السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. النهارده تامن يوم رمضان، هنحضر مع بعض كده فطار سهل جدا جدا. كنا مفرزين قبل كده خلطة المحشي. عملناها بطريقة سهلة جدا جدا. كان يعني من واحنا بننضف التلاجة كده لقينا شوية طماطم وفلفل، فعملنا بيها خلطة للمحشي. وعيناها كده في الفريزر، نفعتنا بقى يعني نطلعها كده. مش المحشي ده مش هياخد مننا وقت خالص. مسكت كده معايا شوية بتنجان وكوسة، انا هعمل بس شوية كده على قد الفطار. ابتديت ان انا اقورها كده بالمقور. طبعا كلنا بنعرف نقور، يعني انا همسك البتنجانة وابتدي ان انا اعمل فيها زي دايرة كده بالمقوار، وابتدي ان انا اقورها بقى لحد، بس اهم حاجة ان انا احاسب لا تتقطع يعني. والكوسة بنفس الكلام برضو، بس الكوسة بقى احنا مش بنرفعها زي البتنجان يعني، مجرد ان احنا بس بنعمل زي دايرة كده في النص وخلاص، مش لازم ان احنا نخلي الاحرف بتاعتها يعني رفيعة. وكمان هبتدي ان انا اعمل فيها زي شكل كده من بره، بتديها برضو شكل حلو قوي للكوسة. باخلّص كل الكمية بنفس الطريقة، بعدين باشطف البتنجان والكوسة كويس جدًا. هنا بقى أنا عندي البتنجان اللي أنا يعني اللي أنا باشتريه دايمًا، بيكون يعني لو أنا مش عملت الطريقة دي هيجلد معايا. أنا باحب إن أنا في طاسة كده فيها شوية زيت، بابتدي إن أنا أنزّل فيها البتنجان. أنا مش هادّي له لون، يعني أنا مش هادّي له لون ولا هاسويه، أنا مجرد بس يعني جلده كده بيطرى من ناحية، باقلب للناحية التانية، يعني مجرد دقيقتين كده من كل ناحية، وبعدين باطلّعه، باصفّيه كويس. وباسيبه يبرد شوية كده، وبعدين بابتدي إن أنا أحشيه. بيخلّي البتنجان زي الزبدة بالضبط، طعمه يجنن جدًا، والبتنجانة بتكون بتلمع بقى وما أقولكوش على الطعم. يعني لو عندِك البتنجان مش بيبقى حلو كده في السِوَى، جرّبي إنِّك تحمّريه، يعني تدّي له صدمة كده في الزيت، هتعشقيه، هيبقى حلو جدًا، جدًا. معايا هنا برضه دي الخلطة اللي أنا كنت مجهّزاها في الفريزر. بس أنا الخلطة دي مش كنت حاطة لها أي بهارات، يعني أنا حاطاها بس كده متسبِّكة من غير ملح ولا أي بهارات. فهابتدي إن أنا أضيف فلفل أسمر وكمون، باحب إن أنا أضيف على المحشي كزبرة ناشفة، وكمان نعناع، ومكعب كده من مرقة الدجاج وملح. دي البهارات اللي أنا باضيفها على خلطة المحشي، بتدّيها طعم حلو جدًا، جدًا. والنعناع كمان ما باحبش إن أنا أستغنى عنه، بيدّي ريحة وطعم ونكهة كده تحفة للمحشي. ضبّطي بقى الملح، وراعي لو أنتِ ضفتِ يعني مرقة دجاج. وكده خلاص الخلطة جاهزة معايا. باكون بقى مجهّزة الرز وغسلاه كده كويس أوي، وبابتدي إن أنا أنزّله في قلب الخلطة دي. أهم حاجة إن أنا باحب إن أنا أشوّح الرز كويس جدًا، جدًا في قلب خلطة المحشي. دي حاجة أنا باحب إن أنا أعملها أوي. لو أنتِ مش بتحبي إنِّك تعمليها براحتك خالص، يعني في ناس بيحبوا يفضّوا الصلصة على الرز على الخضرة، كلّه على بعضه كده، بس أنا باحب إن أنا أشوّح الرز كويس جدًا في قلب ال ال الخ ال صلصة المحشي sorry. وبعدين آخر حاجة بقى بابتدي إن أنا أنزّل عليها الخضرة. وطبعًا الخضرة أنا مجرّد بس دقيقة واحدة بس، وبابتدي إن أنا أطفي عليها علشان الخضرة تفضل معايا خضرا كده وما تدبلش معايا خالص. كمان آمم باحب إن أنا أضيف خضرة كتير في قلب المحشي، بيدّيها طعم حلو، وباحب إن أنا أشوف الخضرة كده باينة في قلب المحشي. عندي هنا الصلصة حسّيت إن هي محتاجة زي معلقة صلصة كده، فكمان هابتدي إن أنا أضيف عليها معلقة صلصة، وأقلبها بس تقليبتين كده، وهابتدي إن أنا أطفي عليها. وكده خلاص خلطة المحشي جاهزة معايا. هابتدي بقى إن أنا أحشي. طبعًا البتنجان كان بِرِد، والكوسة مجرّد إن أنا شطفتها بس بالمَيّة وصفّيتها كويس أوي. شايفين بقى اللون يجنن، لون الخلطة تحفة جدًا، جدًا. أنا باحب إن الخلطة كده تكون حمرا كده يعني، والخضرة فيها كتير، دي أنا باحبها. إنما الخضرة الفاتحة بقى ومن غير خضرة، الصلصة الفاتحة ومن غير خضرة، لأ، لأ، مش باحب كده بصراحة. هابتدي بقى كان الرز لسه سخن كده، فهاحشي بالمعلقة شوية بس على ما ابتدي يعني إن الرز يكون بارد معايا، وبعدين هاحشي بقى بإيديّا. طبعًا هاحشي بس معاكم واحدة كوسة وواحدة بتنجان، وأقعد بقى براحتي كده أخلّص علشان أخلّص بسرعة، علشان أنا كنت بادئة الفطار الساعة 16:15. وما كنتش لسه جهزت طبعًا الخلطة ولا المحشي ولا أي حاجة.
وطبعًا هاعمل كمان فرخة. فيعني كان الوقت ضيّق معايا أوي، فعايزين بقى ننجز كده ونخلّص بسرعة. طبعًا يعني إحنا ممكن نجهّز الأكلة في نُص ساعة فعلًا يا جماعة، لمّا يكون الأكلة مش هتحتاج سِوَى معايا، وكمان لمّا مثلًا زي الكباب الحلة اللي أنا كنت لسه عاملاه، دي الأكلة فعلًا ما خدتش معايا نُص ساعة. يعني مجرد إن أنا يعني أنا باضبّط إن كل حاجة بتبقى ورا بعضها. يعني أنا كنت باعمل اللحمة جنبها الرز، يعني كل حاجة جنب بعض في كل عين من البوتاجاز، كل حاجة كده. باعمل حاجة يعني مش مثلًا باخلّص اللحمة وبعدين بابتدي إن أنا أعمل الرز. لأ، إحنا بننجز، يعني بنخلّص كل حاجة كده ورا بعض علشان نخلّص بسرعة. بعد هنا ما باحشي البتنجان بقى كلّه كده، كان عندي بقى شوربة. يعني أنا كان عندي بقى شوربة، ما استنيتش إن أنا مثلًا أخلّص إن أنا أسوّي الفراخ علشان أسقي بيها المحشي. كان عندي شوربة لحمة في الفريزر فطلّعتها وسقيت بيها المحشي، علشان عندي المحشي بياخد سِوَى كتير جدًا، يعني ممكن ياخد له حوالي ساعتين. المكان اللي أنا فيه بياخد سِوَى رهيب مش زي مصر مثلًا في ثانية، نُص ساعة والمحشي يكون استوى. لأ، هنا بياخد كتير جدًا. يعني أنا على 4:30 كنت ابتديت إن أنا أعلّق عليه، 6:10 كان خلاص استوى أو 6:15 كمان. فهابتدي إن أنا أسقيه، والمحشي بقى بتسقيه نُص الصباع كده، يعني أنا باسقي نُص الحلة، وأول ما بيبتدي إن هو يغلي كده، بابتدي إن أنا أوطّي عليه بقى خالص وأسيبه يستوي براحته. وعندي هنا حلة كنت بقى نقعت كده فرخة وغسلتها كويس جدًا. وبعدين باصفّيها كويس أوي من المَيّة بتاعتها، وبعدين مَيّة مغلية هابتدي إن أنا أنزّل فيها الفرخة. أنا قطّعتها ل4 أرباع. وبعدين أول ما بتبتدي في الغليان كده هابتدي إن أنا أنزّل عليها بصل وطماطم وجزر. الخضار ده بيدّيها طعم حلو جدًا، جدًا. وكمان هانزّل 3 فصوص من الحبهان، ورقتين من اللوري. هانزّل كمان ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وربع معلقة من الكمون، مكعب من مرقة الدجاج، وشوية ملح. وخلاص كده وهاقفل الحلة واسيب بقى الفرخة تستوي. هنا في حلة الضغط بتاخد 10 دقايق عشان ما حدش ييجي يقول أنتِ الأكلة إزاي خلّصتيها بسرعة. لأ، إحنا يعني هي مش هتاخد إلا 10 دقايق بس. فطبعًا لو هتعمليها في حلة عادية ابتدي الأول واعملي الفرخة. عملت كمان شوية لسان عصفور، برضه حمّرته، وأول ما ابتدى إن هو ياخد لون دهبي زي ما حضراتكم شايفين كده، نزّلت عليه الشوربة. وباحب إن هو يغلي غلوة واحدة بس، وبعدين باسيبه لحد قبل الفطار كده بشوية، وابتدي إن أنا أزوّده شوربة. بيكون استوى، بيستوي طبعًا على البخار الشوربة اللي إحنا ضفناها فيه في الأول. باسيبه بقى يستوي بقى براحته. وبعدين هنا بقى شوية سمبوسة هابتدي إن أنا أقليها كده في الair fryer، وطبعًا ممكن تحمّريها في الزيت أو تعمليها في الفرن بمسحة كده بسيطة من الزيت. فهنا في الair fryer أنا مش ضِفت لها أي زيت خالص، زي ما قُلت لحضراتكم الفيديو اللي قبل كده، أمّا ضِفت مسحة زيت ابتدت إن هي تطرد الزيت ده تحت كده تحت الشبكة. فهنا ما ضِفتش أي زيوت خالص في السمبوسة، وبتكون أحلى وأخف كتير وصحية جدًا، أحسن من اللي بتبقى في الزيت. فلو ما عندكيش air fry استخدمي طاسة. وكمان مش طاسة سوري، مسحة زيت كده وحطيها في قلب الفرن تحت الشواية، وبعدين تبتدي إن أنتِ تقلبيها للناحية التانية، هتكون مقرمشة وحلوة جدًا، جدًا، ومش شاربة أي زيت خالص. هنا بقى الفرخة كمان كانت استوت، وهابتدي إن أنا أحمّرها كده في شوية زيت عشان الوقت كان خلاص يعني. بمجرد إنها تاخد لون كده من تحت هابتدي إن أنا أقلبها للناحية التانية. معلش بقى يعني رغيت معاكم كتير أوي وطوّلت معاكم في الفيديو، بس حبيت إن أنا أقول لكم التفاصيل. ولو جربتوا خلطة المحشي بتاعتي هاحط لكم لينكات الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل كده للمحشي في صندوق الوصف، لو حابين إنكم تشوفوا الطريقة. طريقة تجنن والطعم رهيب جدًا، جدًا. لو عملتوا خلطة المحشي بطريقتي مش هتستغنوا عنها أبدًا. وهنا بصوا المحشي شكله بيلمع إزاي، شكله يجنن، والفراخ كمان طلعتها كده في الطبق. وعملت كمان شوية سلطة، والسمبوسة كانت استوت يعني اتحمرت كده معانا. كمان في المحشي كان فاض شوية رز، يعني حبيتش بقى ان انا يعني ارميهم يعني او اركنهم في التلاجة. فعملت بيهم شوية يعني فلفل احمر كده زي ما حضراتكم شايفين. وكمان حطيته شوية كده في ورقة وسويته مع الرز.
وهنا بقى الشوربة كمان كانت استوت، وده شكل سفرتنا النهائي. يا رب يعجبكم. طبعا لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو عشان تعرفوني ان الوصفة بتاعتي يا جماعة عجباكم. ويا جماعة يعني لو مش مشتركين يا ريت تشتركوا في القناة، عشان ناس كتير قوي بتكون مش مشتركة وبيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. فيا ريت لو مش مشتركين يا ريت تشتركوا في القناة وشاروا بقى الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين. وطبعا كومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان